كل يوم بتضغط على المفتاح النور بينور وتلاقي الإضاءة اشتغلت فورا، أو تحط أي جهاز في الفيشة تلاقيه بدأ يشتغل. بس عمرك سألت نفسك الكهربا دي جاية منين أصلا؟ ازاي قدرت توصل لبيتك في أجزاء من الثانية؟ وايه المحطات والكابلات والأجهزة اللي الكهربا بتعدي عليها قبل ما توصل للفيشة اللي قدامك؟ في الفيديو ده هنعرف رحلة الكهربا كاملة من أول محطة التوليد لحد عداد بيتك، وهنفهم كمان ليه الجهد بيتغير، وليه في أبراج جهد عالي، وليه الكهرباء أحيانا بتفصل. معاكم مهندس محمد راجي، ودي قناة باور انرجيا. يلا بينا نبدأ الفيديو. شبكة الكهرباء عموما بتنقسم لثلاث أجزاء: الجنريشن اللي هو مرحلة التوليد، والترانسميشن اللي هي مرحلة النقل، والديستريبيوشن اللي هي مرحلة التوزيع. وهنشرح كل واحدة منهم مع بعض بالتفصيل. كل حاجة بتبدأ من محطة التوليد. في الجزء الأولاني من الشبكة الكهربية اللي هو الخاص بالجنريشن، وظيفة محطة التوليد إنها تحول أي نوع من الطاقة لطاقة كهربية، ودي عموما فكرة التوليد الكهرباء بشكل عام. فهي بتعتمد على قانون بقاء الطاقة اللي بينص على إن لا تفنى وتستحدث من عدم، ولكن تحول من صورة لأخرى، وده ممكن يحصل بأكتر من طريقة. فهنلاقي عندنا إن في محطات غاز طبيعي، ومحطات بخارية اللي هي محطات الستيم، ومحطات مائية زي السد العالي، ومحطات طاقة الرياح زي الزعفرانة وجبل الزيت، ومحطات طاقة شمسية زي محطة بنبان في أسوان، وكمان محطات نووية زي الضبعة. ونقدر نستنتج من التسمية دي ان نوع المحطة بتعتمد على نوع الطاقة بنستخدمها وبنحولها لكهرباء. ولكن اشهر نوع من انواع المحطات في مصر هو المحطات الحرارية. ففي النوع دوت من المحطات بيتم حرق الغاز الطبيعي او الوقود، والحرارة اللي متولدة نتيجة الاحتراق دي بتحول المية اللي موجودة لبخار ضغطه عالي جدا، وبيسمى السوبر هيتد ستيم. والبخار ده بيبدأ يخش ونبدأ ندفعه ناحية الريش بتاعة التوربينة بسرعة كبيرة جدا، والتوربينة دي بتكون متوصلة بالشافت بتاع الجنريتور، والجنريتور ده هو أهم جزء في المنظومة. فلما تبدأ الريش بتاعة التوربينة دي تبدأ تدور، بيبدأ الجنريتور كمان يشتغل. والجنريتور بيشتغل بمبدأ بسيط جدا. في كل فكرته لما الملف بيبدأ يتحرك داخل المجال المغناطيسي يتولد تيار كهربي، وده أساس توليد الكهرباء في العالم كله. هنلاقي عندنا مثلث توليد الكهرباء. عموما مثلث توليد الكهرباء عبارة عن 3 أنواع من أنواع الطاقات: طاقة مغناطيسية، وطاقة حركية، وطاقة كهربية. فالفكرة دايما ان انت لو وفرت نوعين من انواع ال3 طاقات دول هتتولد عندك الطاقة الثالثة، وهي دي فكرة عمل محطات الكهرباء وفكرة عمل الجنريتور عموما وعملية الجنريشن كلها بشكل عام. فاحنا بقى في عملية الجنريشن بنوفر له طاقة حركية اللي هي بتنتج من حركة ريش التوربينة اللي مربوطة بالشافت بتاع الجنريتور، وبنوفر له المجال المغناطيسي، وبالتالي بتتولد وبتنتج عندنا الطاقة الكهربية. وعلى فكرة ده عكس فكرة الموتور اللي احنا بنوفر له طاقة كهربية ومجال مغناطيسي فبيبدأ يولد لنا طاقة حركية. طب احنا كده خلاص الكهرباء عندنا خرجت من الجنريتور وبقى في عندنا كهرباء. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بتيجي عملية التوزيع او عملية الترانسميشن. فبعد ما الكهرباء بتتولد ما ينفعش نبعتها مباشرة للبيوت، لان الكهرباء بتكون في وقتها على جهد الجنريتور اللي هو بيكون جهد متوسط زي 11 كيلو فولت او 15 كيلو فولت او 22 كيلو فولت، ودي هي جهود الجنريشن بتاعتنا. فلو نقلناها لمسافات طويلة بالجهد ده هيحصل لوسس كبيرة جدا. علشان كده بنستخدم حاجة مهمة في مرحلة الترانسميشن وهي الستيب اب ترانسفورمر، واللي عن طريقها بنرفع الجهد علشان تبدأ مرحلة الترانسميشن. والستيب اب ترانسفورمر ده عبارة عن محول بيرفع الجهد لمستويات عالية زي 66 كيلو فولت او 132 كيلو فولت او 220 كيلو فولت وحتى ال 500 كيلو فولت. طب ليه رفع الجهد بيكون مهم؟ لان كل ما الجهد بيزيد التيار معايا بيقل، وبالتالي لما التيار بيقل الفقد الحراري خلال عملية الترانسميشن بيقل جدا. وده طبعا بيوضح في العلاقة بلوس ايكوال اي سكوير في ار. وبالتالي نقدر نستنتج من العلاقة دي
ان الفقد بيتناسب طرديا مع مربع التيار، فلو قللنا التيار للنص الفقد واللوسس اللي بتحصل هتقل ل4 أضعاف. علشان كده بنشوف أبراج الضغط العالي العملاقة بتكون موجودة دايما علشان ننقل من خلالها الكهرباء. وتاني سبب بيخلينا نرفع الجهد في عملية الترانسميشن هو الفولتج دروب. فانت كل ما هتمشي مسافات اطول في نقل الكهرباء، وطبعا عمليه الترانسميشن بتكون في مسافات طويله جدا لانها بتنقل الكهرباء للمدن، فبالتالي الفولتج دروب اللي عندي بيزيد، فلازم ارفع الجهد علشان الفولتج دروب لما يزيد ما يحصلش برضو عندي هبوط على الجهد اللي انا محتاج اوصل له. وهم دول السببين اللي بيخلوني ارفع الجهد عشانهم، الهيت لوسس اللي هي اي سكوير في ار لوسس، فعشان اقللها وكمان عشان اقلل الفولتج دروب اللي بيحصل. وبعد ما بنرفع الجهد تبدا الكهرباء رحلتها في خطوط النقل، ودي الابراج اللي بنشوفها في الطرق وفي الصحراء. والخطوط دي بتنقل الكهرباء من محطات التوليد لمحطات التوزيع في المحافظات والمدن المختلفة. ولأن الجهد عالي جدا فلازم يكون فيها عوازل ضخمة ومسافات أمان وأنظمة حماية، وكمان بيكون في سيرجر ريستور او مناعات صواعق. واحيانا الخطوط دي بتكون هوائيه اللي هي الترانسميشن لاين اللي بتكون موجوده على الابراج، وده طبعا في الصحراء وفي المناطق المفتوحه، او كابلات ارضيه اندر جراوند كيبلز، ودي بتكون في جوه المدن والطرق لانها طبعا بتكون موجوده تحت الارض. ولكن برضو الاوفر هيد ترانسميشن لاين بيكون ارخص واسهل في الصيانه كمان. وهتلاقي في فيديو قبل كده كنا عاملينه على القناه بيوضح الفرق ما بين الاوفر هيد ترانسميشن لاين والاندر جراوند كيبلز. وبتفضل الكهرباء ماشيه زي ما احنا اتفقنا، يا اما في الاوفر هيد ترانسميشن لاين او الاو اتش تي ال او الاندر جراوند كيبل لحد ما توصل للمدينه. وزي ما احنا اتفقنا ان ما ينفعش ندخل البيوت الكهرباء بالجهود ديت لانها بتكون جهود عاليه، عشان كده بتدخل على محطات محولات، وهي محطات محولات التوزيع او ما يعرف باسم السبستيشنز. فوظيفه السبستيشن هنا انها بتقلل الجهد بالتدريج. فمثلا لو عندنا الجهد اللي جاي لنا 220 كيلو فولت بتحوله ل 66 كيلو فولت، وبعدين تحوله تاني ل 11 كيلو فولت، وده بيتم باستخدام محولات ضخمة جدا. المحولات دي بيكون اسمها ستيب داون ترانسفورمر، وفكرة عملها هي عكس فكرة عمل ستيب اب ترانسفورمر، فهي بالتالي بتخفض الجهد، بتاخد جهد عالي وتبدأ تخفض الجهد على مراحل. والمحطة دي مش بس بيكون فيها الستيب داون ترانسفورمر، لكن كمان بيكون فيها سيركت بريكرز، بروتكشن ريليز، وسي تي وبي تي وبسبرات، ودول بنستخدمهم في الحماية والتحكم. ولو حصل اي شورت او فولت اجهزة الحماية تفصل الجزء المتضرر بسرعة جدا قبل ما يحصل انهيار للشبكة كلها ويحصل بلاك اوت للشبكة كلها. وبعد السبستيشن بتبدأ الكهرباء تدخل على شبكات التوزيع، ودي الكابلات او الاعمدة اللي بتكون موجودة في الشوارع. الجهد فيها غالبا بيكون 11 كيلو فولت، وبالقرب من كل محطة سكنية هنلاقي محول توزيع صغير، وده اللي بيحول الجهد من 11 كيلو فولت او 22 كيلو فولت لجهد السنجل فيز اللي هو 220 اللي بيروح للمنازل والبيوت، او 380 اللي بيروح للمصانع والمحلات الكبيرة والمولات، وده الجهد اللي بنستخدمه يوميا. وبعد محول التوزيع الكهرباء بتوصل لبيتك بقى عن طريق الكابلات العمومية، وبعدين البيلر اللي بيكون موجود بره، ثم العداد، ثم لوحة التوزيع اللي موجودة جوه الشقة بتاعتك. العداد هنا طبعا وظيفته انه بيحسب استهلاكك للكهرباء بالكيلو وات اور. بعد كده زي ما اتفقنا اللوحة بتخش على الديستريبيوشن بورد او لوحة التوزيع الخاصة اللي موجودة جوه شقتك، ودي بيكون فيها المين سيركت بريكر، واحيانا ساعات بيكون فيها RCCB للحماية من اي ليكج بيحصل. ومن هنا بقى بتبدأ عملية التوزيع جوه الشقة على حسب بقى احمال الاضاءة والتكييفات والسخانات والاجهزة المنزلية المختلفة. وطبعا في اسباب كتيرة جدا ممكن تخلي الكهرباء تفصل، زي مثلا زيادة الاحمال والاوفرلود او الشورت سيركت، او ممكن يحصل سقوط لاي خط من خطوط النقل، او عمليات الصيانة، او ممكن يحصل اعطال في المحولات، او بتحصل مشاكل في عملية التوليد نفسها. لكن شبكة الكهرباء بيكون فيها انظمة حماية معقدة جدا بحيث انها تعزل العطل ده بسرعة وتعزل الجزء ده بسرعة بدون انهيار الشبكة كلها. والاجهزة دي اللي بيستخدموها في الموضوع ده هي الديستانس ريلي، لان الديستانس ريلي بيبدأ يحدد الجزء اللي حصل فيه الفولت بس في الشبكة، ويبدأ السيركت بريكرز الموجودة في الجزء ده تبدأ تفصل الجزء ده بحيث ان ما الشبكة كلها ما تقعش مني وما يحصلش بلاك اوت للشبكة كلها. ومعلومة برضو سريعة عشان تبقى عارف، مصر فيها 16 شركة للكهرباء. الشركات دي كلها طبعا تابعة لوزارة الكهرباء. الشركات دي عبارة عن 6 شركات انتاج و9
شركات توزيع وشركة تحكم واحدة. كل طبعا الشركات دي تابعة لوزارة الكهرباء وكلها طبعا شركات حكومة. وفي برضو شركات خاصة موجودة في مصر، ودي باختصار كانت رحلة الكهرباء من لحظة توليدها داخل المحطات لحد ما توصل للبيت عندك. فالرحلة دي طبعا بيكون فيها توربينات ومولدات ومحولات وخطوط نقل وأنظمة حماية وشبكات توزيع ضخمة جدا. كل ده بيشتغل في أجزاء من الثانية عشان توصلك الكهرباء بأمان. وأظن إن احنا كده قدرنا النهاردة نوضح الفكرة كلها. لو حابين فيديوهات أكتر عن المحطات والمحولات وأنظمة البروتكشن أو أنظمة التوزيع اكتبولي في الكومنتات، ومتنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.